السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا عم غزال مشارك كل رسوماتي وادواتي وكل حاجة، لازم نحوده عليه لو. وبعد كده بقى رحنا المرسى. اقولكم المرسى ده مكان بعيد عن البلد اللي انا عايشة فيها، بس بروح وبتعلم. كنت عايزة اتعلم المناظر الطبيعية بالالوان وكده، فلازم اروح المرسى. مرسى دي سوق، وهنا بقى سلم المجد. بروح، يعتبر انا اصلا اكبر واحدة هناك، بس لا الحمد لله انا عايزة اتعلم وهتعلم وان شاء الله احسن. وده المكان اللي انا برسم فيه، ودي لوحات الفنانين اللي هم هناك. دي كانت رسمة فيروز، ما شاء الله. كان في فنان هناك اسمه احمد الراسمة، وكانت تحفة بصراحة. رسمها بالالوان بس كانت تحفة تحفة تحفة. اوريكم برضو بعض الرسومات الفنانين وكده، ما شاء الله عليهم يعني. بص على الحلاوة، بص على الطعم. والله يا عيال، بحس ان دي بتبقى موهبة من عند ربنا، يعني دي موهبة من عند ربنا. الناس تختلف عليها، تعترض عليها او تتفق معاها، بس دي موهبة من عند ربنا. الحمد لله يعني. ده المرسم هنا، وفي اطفال وفي كبار وفي كل حاجة. ودي مناظر طبيعية. دي بقى اللي انا عايزة ارسمها بقى، اللي انا ان شاء الله دي الشغل الجاي. هتتوقعوا مني اللي انا في لوحات هرسمها كده، ومناظر طبيعية وحاجات جديدة ان شاء الله. بس وجودكم معايا وتشجيعكم ليا، يعني الحمد لله. يمكن انا ما عنديش فانزات كتير، بس معايا ناس قليلة بيحبوني وبيقعدوا معايا وبيدعموني. ربنا يسعدهم يا رب ويعطيهم كل خير. دي اللوحات وده المرسم. حاجات حلوة والله، ما شاء الله عليهم فنانين. وهنا بقى كنت بخلص بقى رسمة غطرسة. انا قعدت في رسمة غطرسة دي يجي 3 4 ايام. كل يوم اخلص فيها حتة، كل يوم اخلص جزء. اخر يوم ما اخدتها معايا المرسى عشان افنشها خالص، وعشان احطها في برواز. اخر يوم بقى اخدتها مع المرسى، وقلت لو فيها تظبيط حاجة كده هون ولا كده هون. وبعدين خلصتها، وهتشوفوني دلوقتي انا بظللها وبظلل الشفايف وبظلل الرسمة. وبعد كده بقى تشوفوني وانا بحطها في رحت للراجل بتاع البراويز وحطيتها وكده. فرجوا بقى على الرسم. والاخر بقى، الاخر هتشوفوني وانا جايبه الراوتر الخط الارضي. بجد الخط الارضي ده كان حاجه مشكله عندي، النت بالذات كان مشكله عندي. بس الحمد لله. انا وانا برسم الرسمه دي يا عيال، كان في طفله كانت قاعده معايا، سابت الدنيا كلها وقاعده بتتفرج عليا. يا حبيبتي ركزي مع مدرستك، ركزي مع مدرستك وهي بترسم. لا، قاعده بتتفرج عليا. بتفرج. تقول رسمك جميل قوي. انت الاجمل، والله انت الاجمل. قد ايه في اطفال صغيره ما شاء الله عليهم وعندهم مواهب، واهاليهم بتهتم بيهم بالمواهب بتاعتهم، يعني مش عايشين حياتهم مع السوشيال ميديا ولا كده، لا. بيحاولوا يعلموهم حاجه مفيده، يعني رسم، رياضه. مش حياتهم ممسكينهم التليفون ومعرفينهم على السوشيال ميديا. بالعكس، احنا نحاول نبعد عيالنا عن السوشيال ميديا. نعلمهم أنشطة، نعلمهم رسم، نعلمهم رياضة، نعلمهم حاجة حلوة تنفعهم، أو يفرغوا الطاقة اللي هو بتبقى جواه، أو نعلمهم حفظ القرآن. يا ربنا يصلح حال أولادنا جميعا يا رب. أنا بقى كنت بظلل بقى الرسمة وبخلصها، وبظلل الشفايف. يعني كنت قاعدة بظلل الشفايف وأنا اللي بصور لنفسي، لأن ده كان آخر يوم بقى كنت واخداها معايا بقى المرسم، وقلت لازم أنا خلصتها. عشان ايه؟ المكان اللي فيه البراويز هناك في البلد اللي هناك في المرسى. فقلت لازم انا اخلصها عشان احطها في البرواق. يعني كان عندي تحدي اللي انا اخلصها في اليوم ده، حتى لو همشي الساعة 9 بالليل. يعني انا 9 بالليل متأخر، لان انا بسيب اولادي لوحدهم في البيت. انا بقى خدتها المرسم معايا عشان اخلصها. خدتها لعم محمد بتاع البراويز.
وهنا كنت حطيت رسمة قسم وبسمة في برواز. انا كنت حطهم في كل واحد لوحده، بس يعني قلت هي البسمة قالت لي عشان لو اوفر ليكي يعني حطهم الاتنين في واحد، مع انهم هما نفس التكلفة، بس عشان احتفظ بيهم ويفضلوا عندي. بصراحة قسم من الناس الكويسة قوي، ربنا يعزه. بسومة صاحبتي واختي الأمورة العسولة، ربنا يسعدها يا رب. وهنا بقى حطيت الرسمة بتاعت غطرسة. غطرسة دي من الشخصيات العسل اللي اتعرفت عليها قريب، ربنا يسعدها. والله في ناس بنتعرف عليها جديد ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، ربنا يسعدهم ويعوضهم كل خير يا رب. أنا خلصت بقى الرسمة، وهتشوفوني في الآخر جايبة الراوتر. أتمنى منكم بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وبحبكم يا أحلى اخوات في الدنيا.